التليفون التركي طبعا هو مشهور جدا على نطاق الوطن العربي، فكان تم معه اتصال عدة مرات وقدم له الدعوة بأنه هو يكون رئيس فخري لنادي الهلال، ووافق الحمد لله وتمت الموافقة، ونحن والله سعيدين جدا بموافقته في رئاسة الهلال الفخرية. الهم مش الدعم المادي ولا الدعم يعني الجانبي بتاع، احنا همنا أول شيء العلاقات، يعني الرياضة لازم تلعب أدوار أخرى غير الدعم المادي والباحث، العلاقات الثقافية والاجتماعية وتطوير الكرة على مستوى الوطن العربي كله. فاحنا نوصل لها من ناحية من زاوية محددة إنه يجي يدعمنا وفقط لا، فاحنا بنتكلم عن المستوى الرياضي بصفة عامة في الوطن العربي، فالرياضة في الوطن العربي إن شاء الله بالتعاون والتكاتف إن شاء الله نمشي قدام إن شاء الله. نرحب يعني بالرئاسة التي اكتسبها الأخ تركي، وهي تشكل إضافة بالطبع يعني للرياضة في السودان بصورة عامة، وبالطبع للهلال بصورة خاصة، بحسبان إنه وأنا أعتقد إنها حتشكل أيضا إضافة للرياضة في المستوى الأفريقي، بحسبان إنه يعني تركي معروف معاليه رجل يعني شخصية رياضية معروفة وله إسهام وله أفكار وله رؤى يعني طيبة، والهلال فريق الرائد فريق عملاق. نسجي ترحيبنا أول حاجة بمعالي الشيخ تركي آل الشيخ، وأكيد رئاسته الفخرية لنادي الهلال بواقع خبراته الإدارية في الأندية المختلفة. نحن بالنسبة لنا بتعتبر فتح على المستوى الإداري على مستوى الخليج والسعودية، ويمكن امتداد الكرة السودانية من زمن طويل جدا هو في الهلال في السودان، في السعودية الهلال السعودي، النصر، كل الأندية بالجالية السودانية هناك. فنحن بنعتبر الخبرات اللي عندهم تنتقل لنا هنا في ناحية احترافية جديدة. كلنا نعرف الدوري السعودي وإمكانياته، وكان على رأسها معالي تركي آل الشيخ. فنعتقد إنه الشراكة دي أنا بعتبرها شراكة تبادلية، هي ما شراكة مادية، هي شراكة إدارية في المقام الأول لإضافة البعد الاحترافي في الهلال. الاستثمار في الكورة الآن بقى هو نشاط اقتصادي ضخم، والكورة في حد ذاتها بقت نشاط اقتصادي ضخم، إذا كان في شكل الرعاة أو الاستثمار في الإعلان أو الاستثمار في العقار أو الاستثمار حتى في الفنيلة واللاعبين والتسوق بسرعة عامة. أنا بفتكر الهلال هو نادي مهيأ في أرضية خصبة لانطلاق استثمار عالي. سعادة المستشار تركي آل الشيخ يعني زي ما يقولوا سمعته في الرياضة سابقاه من حكم التجارب العاشة في دول كثيرة على المستوى الأفريقي والعربي والأوروبي. راجل يعني عنده فكر رياضي ممتاز، وأتمنى إنه يعني الشراكة اللي حصلت بين الهلال وبين سعادة المستشار تنعكس إيجابيا على الفريق من كل النواحي، من نواحي الاستثمار، من نواحي الفريق، من نواحي المنشآت. يعني بتمنى إنه الناس تضع خطة يعني متكاملة على أساس إنه الناس تقدر تستثمر الشراكة دي بالصورة المثلى. كونه انضم لنا شخصية زي المستشار تركي آل الشيخ ويكون رئيس شرفي لنادي الهلال، دي حاجة كبيرة جدا وحاجة يعني عظيمة، وخطوة يعني زي ما بقولوا لقاء العمالقة مع رئيسنا كمان الصوباط، ورئاسة شرفية لتركي آل الشيخ. فدي دي 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 عندها ما بعدها، وعندها صدى واسع جدا حيكون في الرياضة السودانية عامة ولفريق الهلال بصورة خاصة. أولا نرحب بتركي آل الشيخ بالعضوية التي نالها، وهو أهل لها وقدرها، وإن شاء الله هو سيعطي الهلال الكثير، وأطال الله في عمره وحفظه ورعاه. ونحن كجماهير نادي الهلال نرحب به والله، وإن شاء الله هو يكون يعني عند حسن الظن به، وهو رجل قادر لذلك، وما نالها وإلا هو قادر عليها إن شاء الله بإذن الله. ونحن جماهير الهلال نشد من أزره ونوازره إن شاء الله بإذن الله إلى أن نصعد بالهلال إلى الآفاق، وإن شاء الله بإذن الله مع لجنة التطبيع بقيادة الرئيس شام الصوبات وتركي آل الشيخ وبقية الأعضاء الكرام الأخوة. تجربة إن شاء الله حتكون ناجحة. تركي آل الشيخ له إسهاماته في تطور الكرة المصرية بالذات والكرة العربية، وإن شاء الله حتكون تجربة يعني فيها نجاح إن شاء الله. ما تم الآن بمنح الرئاسة الفخرية من لجنة
تطبيع نادي الهلال للشيخ تركي آل الشيخ بعتقد أن هذه إضافة جديدة في مسيرة نادي الهلال الاحترافية. تركي آل الشيخ لديه عدة تجارب في مجال الثقافي والمجال الرياضي